السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الأوفياء، المشاهدين الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله مع دوام الصحة والعافية. الإخوة النحالة المحترفين، تحياتي لكم أينما كنتم في الوطن العربي. الإخوة النحالة المبتدئين، تحياتي لكم واحترامي. الإخوة الكرام، واحد السؤال اللي كيسألوا بزاف ديال النحالة المبتدئين، كما كتشوفوا هذه الخلية هذه هنا، يعني بعض الاخوان كيشوفوا النحال كيخرج من باب الخليه وكيبدا يدير ديك الدورات، كيطير. اغلبيه الاصدقاء كيبقاو يفكروا ان هذيك اللحظه كيكون فيها النحل، يعني او علامه من علامات التطريد. هنا اللي بغيت نقول لكم الاخوان النحاله المبتدئين، هذيك ماشي علامه ديال التطريد. هذيك الاخوه الكرام، على ما كيقولوا النحاله المحترفين واهل الاختصاص، هذيك الاخوه الكرام، هذيك النحل اللي كيكون مازال صغير، يلاه فقص خرج، كنبقى في الخليه كيخرج كيدير داك الدوره، يعني كيبقى يدور قدام باب الخليه. هنا كتكون يعني كيرسم المعالم ديال الخريطه ديال الخليه فين جات، وكذلك يعني هنا هذه كتكون هذه الدوره ديال دوره من دورات النحل، يعني دوره من دورات حياه النحل، يعني كتوصل ديك يعني بحال الوقيته هذه الان حنا دابا في الظهيره، ديك النحل اللي كيكون مازال يعني كنقولوا مازال صغيره، يلاه خرج من الحضنه، يلاه فقص. هنا كيخرج كيدير واحد الدوره، كيبقى يدير واحد الدوره كما كتشوفوا هنايا في هذه الخليه هذه الاخوه الكرام. وكما قلت لكم راه بزاف ديال الاخوان النحاله المبتدئين كيتسائلوا. انا شحال من الاخوان كيتصلوا بيا كيقول لي انا عندي واحد الخليه مش تطرد، والنحل راه كيخرج كيبقى يدور في باب الخليه، يعني كاينه واحد الفتره ما كيستمرش بزاف، يلا واحد ربع ساعه ولا قسمين ما كاملاش، وكيرجع النحل الهدوء ديالو. الى هنا الاخوه الكرام، كما كنقول لكم دائما، اللي عنده شي استفسار او شي حاجه يعني يترك تعليق، نقدروا نجاوبوه على قدر ما علمنا الله سبحانه وتعالى. ويمكننا ان نصيب ويمكننا ان نخطئ، لان هنا كندخلوا في شي حوايج لان النحل راه يعني سبحانك يا الله، يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى، الحكمه الله فيه، يعني ما نقدروش نعطيو يعني واحد التحليل او واحد الاجابه يعني دقيقه 100%، ولكن كيكون داك الشيء تقريبي، وعلى هذا الشيء اللي كنخدموا عليه حنا. وتحياتي لكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي كيشاهدنا اول مره كنتمنى انك تشترك في القناه ديالنا ودعمنا بالاعجاب، وتخلي شي تعليق زويون، واي سؤال كما قلت لكم تخليوه في شي تعليق. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم مره اخرى.